مساء الجمال. النهاردة هعمل صينية بطاطس من غير لحمة ومن غير فراخ، بس هتديني نكهة اللحمة. هتديني نكهة اللحمة ازاي؟ هقول لكم هتديني النكهة ازاي. انا دلوقتي جبت بصلتين زي ما انتوا شايفين وقطعتهم بالطريقة ديت، وحطيت معلقتين من السمنة، ما حطيتش زيت. تمام، هسيبهم يتبالوا مع بعض وهيصفروا، هوريكم هنعمل ايه. انا دلوقتي زي ما انتوا شايفين حطيت دلوقتي البطاطس اهو مع البصل. تمام، انا عندي هنا فلفل رومي وفلفل حامي انا مقطعاهم. تمام، مش هحطهم دلوقتي خالص. التوابل بتاعتي هحطها ازاي؟ هحطها في ميه. تمام، اقول لكم بقى على التوابل اللي هنحطها ازاي وهي ايه المكونات بتاعتها. انا عندي هنا ورق لورا، وعندي بصل بودر وثوم بودر وفلفل اسود. تمام، وكزبره وكمون وورق لوري حبهان مطحونين وكزبره. وهنا عندي معلقتين، كل دي معالق صغيره ما عدا دول معلقتين. دي التتبيله بتاعه اللحمه، حطيتها معلقتين، ودي مرقه اللحمه معلقتين. تمام، ليه معلقتين ومعلقتين؟ عشان خاطر يدي طعم اللحمه، يبقى طعمها حلو. وهنا عندي البابريكا، طبعا قلتلكوا الكمون. هنعمل ايه؟ هنحط كله في طبق. تمام، وهنحط معاها معلقه ثوم صغيره، وهنحط عليها ميه، ونبتدي ان احنا نسقي البطاطس. انا دلوقتي حطيت معلقه الثوم وحطيت معلقتين من الصلصه. تمام، وهقعد اقلب فيهم كويس جدا، واحط الملح بتاعي. عايزه البطاطس تديها نكهه الفراخ، تجيبي تتبيله من عند العطار. تتبيله الفراخ بتحطي منها معلقتين بدل اللحمه، لو انت عايزاها بطعم الفراخ. عايزاها بطعم اللحمه بتحطي معلقتين مع المرقه بتاعه اللحمه. تتبيله الفراخ لو انت هتحطيها هتحطي منها معلقتين، وهتحطي معاها قلبين من مرقه الدجاج، هيديكي برضو نكهه الفراخ. تمام، انا بقلبها اهو دلوقتي، وهحط الملح بتاعي، وبعد كده هبتدي ان انا احطها على البطاطس. اهو عندك اهو عملنا صينيه البطاطس، وحطينا التوابل بالميه والصلصه والثوم زي ما احنا قلنا. انا الثوم عندك طبعا لازم تحطيه في كل اكلاتك. الثوم مفيد جدا وبينظف المعده، وغير ان هو ليه فوائد كتير كمان ان هو بيدي طعم وريحه في الاكل مع البصل. فاحنا دلوقتي عملنا صينيه البطاطس زي ما انتوا شايفين، صينيه بطاطس اقتصاديه وجميله من غير ولا لحم ولا فراخ. ووفري على نفسك ان انت تجيبي فرخه بالشيء الفلاني، وانت لو معكيش فما تأيديش نفسك. هتجيبي المرقه زي ما انا قلتلك، سواء الفراخ او اللحمه. انا مش عايزه اقول لكم، وانا بقلبها في الطبق كان ريحتها حلوه جدا وطالعه، ودقت الميه اللي انا عاملاها. مش عايزه اقول لكم ان هي طعمها فعلا لحمه. هتحطي منها معلقتين، عايزه تزودي بتحطي 3 معالق من بهارات اللحمه، و 3 معالق من المرقه بتاعه اللحمه اللي هي الفوريه اللي انا وريتها لكم. مرقه اللحمه على فكره في منها في السوبر ماركت قوالب اللي هي الصغيره، ممكن تحطي منها قلبين مع التتبيله بتاعه اللحمه اللي هي اللي انا حطيتها قدامكم. عايزه فراخ زي ما انا قلت لكم، هتحطوا تتبيله الفراخ، وهتحطوا معاها قالب مرقه الدجاج عادي، هتحطوا منها قلبين و3 معالق من تتبيله الفراخ. هتدي نكهه الفراخ بالظبط، واكنك انت عاملاها بشوربه، واكنك حاطه معاها فراخ. تمام، دي صينيه البطاطس الاقتصاديه بتاعتنا، وبألف هنا والشفا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. هتعملي جنبيها شويه رز بالشعريه. ما عندكيش شعريه هتعملي رز حبه بحبه، ما بتحبيش الرز حبه بحبه هتعملي معاهم شويه رز ابيض، ما فيش اي مشكله. ويا ريت الرز لما تيجي تعملي الرز هتعمليه ازاي؟ بتحطي مع الرز معلقه صغيره من البصل البودر والثوم البودر وفلفل اسود وشويه كزبره، بيدوا بقى طعم حلو جدا. وبالذات لو انتي حطيتي كمان مرقه اللحمه او مرقه الفراخ معاها مع الرز،
يعني اتفرجي على الريحة بتاعة الرز وهيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي، وريحته كمان جميلة. وحطي معاها ورق لوري، ورقتين من الورق اللوري. ما عندكيش ورق لوري حطي معاها فصين حبهان، بيدي برضو للرز طعم حلو جدا. جربيه وان شاء الله هيعجبكم بألف هنا والشفا. طبعا اكلة اقتصادية وحلوة للناس طبعا اللي معهمش في الظروف اللي احنا فيها دي ولا فراخ ولا لحمة يجيبوا. الحاجة بقت غالية جدا، ربنا يسترها علينا. وطبعا دي الصينية بتاعت النهاردة، ومش عايزة اقول لكم جربوها مش هتندموا بصراحة على طعمها. هتلاقوا حاجة كويسة، وهتلاقي طعمها حلو جدا هيعجبكم. فجربوها، وربنا يكون في عون اولادنا، والله يكون يعني ربنا يقويهم، والله يكون في عوننا احنا اكننا احنا اللي بنمتحن. فربنا يقوي ولادنا كلهم وينجحهم بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد.